رسميا بدا الموسم الدراسي ومعاه غادي يبدا حتى العد العكسي ديال الامتحان الوطني والجهوي اللي غادي يكونوا في الاخر ديال السنه. وباش نكون دقيق بزاف باقي لينا 9 ديال الاشهر لهاد الامتحانات، بالضبط 274 يوم. احسن قرار تقدر تاخذه مع البدايه ديال هاد السنه الدراسيه هو انك غادي تلتزم هاد العام باش انك تحقق الهدف ديالك وانك تجيب الباك بواحد النقطه اللي ممتازه بميزه حسن جدا وتلتحق في وحده من ارقى المدارس العليا. وهذا الشيء كامل ممكن جدا، غير هو الا بديتي من اليوم. وما تخافش، راه غادي نبقى نفكرك ديما من هنا حتى الاخر ديال العام ان شاء الله. بزاف ديال التلاميذ ندموا العام اللي فات حيت ما بداوش بكري، حيت تعطلوا وفي الاخر لقاو راسهم بانهم بزاف ديال الدروس تجمعوا عليهم، ما حيلتهم الدروس، ما حيلتهم امتحانات، ما حيلتهم انهم يتادابطوا مع المنهجيه الجديده اللي ولا كيتحط بها الامتحان الوطني، ففي الاخير ما داروا حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي خلاهم على انهم يندموا بزاف. وانا مستعد انني نوريك بزاف ديال الميساجات ديال هاد التلاميذ، وكنتمنى انه شي واحد فيهم يهبط لي كومونتير تحت ويكتب لنا ويعطينا الشهاده ديالو. ما بغيتكش تكون من هاد الناس اللي ما داروا والو حتى بقى واحد شويه الامتحان الوطني عاد بغاو يبداو يبريباريو، وما بغيتكش تكون من الناس اللي غيبقاو كيخدموا في الاول ديال العام بواحد المجهود كبير ومن اللي غيجي الاخر ديال العام غادي يعيا. حاول ما امكن انك توزع المجهود ديالك على العام كامل، يعني هاد 9 شهور اللي جايه حاول ما امكن انك تستغلها كامله. وما تنساش انك تركز مزيان وبزاف على المواد اللي المعاملات ديالها طالعه على حساب الشعبه ديالك، حيت هاد المواد بالضبط تقدر تبدل المعدل ديالك كامل. وما تنساش انك في الوسط ديال العام ما تبقاش مركز ليا على الفروض، راه الفروض في الاخر راه يلاه كيريبريزونطيو لينا واحد 25% من المعدل العام. وركز بزاف على الامتحان الوطني، خدم الفروض ولكن خص واحد الوقيته من المراجعه ديالك انك تكون كتخدم الامتحان الوطني. وما تنساش انه الامتحان الوطني كيقدر يتحكم ب 75% من انك واش غادي تدخل لواحد المدرسه ولا لا. الا كنتي باك ليبر وخصوصا سيونس مات، فانا كنصحك على انك تبدا من اليوم وما تعطلش، وتبدا بالاساسيات ديال جوج المواد اللي هما الرياضيات والفيزياء، حيت البروغرام ديالهم مشارجي واحد شويه، يعني غياخذ لك واحد شويه الوقت. هذا الشيء بالاضافه للمواد ديال الجهوي اللي شويه مختلفين على الجهوي ديال اولى باك. وبالنسبه للبرنامج ديال كل ماده بزاف ديال التلاميذ كيصيفطوا لي ميساجات وكيسولوني عليه، داكشي علاش غادي نحاول ما امكن انني نصاوب واحد الفيديو ونخصصها غير لهاد القضيه دي. يعني نعطيكم على حساب الشعب العلميه شنو هما المواد اللي كاينه في الامتحان الوطني وشنو هو البرنامج حسب الاطار المرجعي، باش بلا ما تبقى تعذب وتقلب في جوجل وفي يوتيوب وما تلقى في الاخر والو. وكاين واحد المشكل اخر اللي حتى هو بغيت نهضر عليه، واللي هو كاينين بزاف ديال التلاميذ اللي كيصيفطوا لي ميساجات بانهم هذا العام جاوا في واحد القسم اللي فيه واحد المجموعه ديال الاساتذه اللي ما كيقريوش مزيان ولا قاصحين ولا شي حاجه بحال هكا. فانا النصيحه ديالي هي انه هذا خصو يكون اخر عذر ليك باش انك تقول ما جبتش مزيان في الباك ولا ما نجحت. حيت حاليا في سنه 2023 كاينين بزاف ديال المصادر اللي تقدر تقرا فيهم من غير المدرسه اللي كتقرا فيها. واحسن مثال ديما كنعطيه هو عبد ربيه. انا جبت الباك ب 18 وانا كنقرا غير في يوتيوب وجوجل فقط، يعني حتى الساعات الاضافيه ما درتهم، ولكن تعذبت واحد شويه في انني نبقى نقلب بزاف، يعني ضيعت واحد شويه الوقت. وهذا الشيء ما كاينش عند بزاف ديال التلاميذ، الغالبيه ديالهم ما كتلقاش كيقدر على انه ياخذ الوقت باش انه يقلب على انه يصبر. الا كنتي بغيتي تختصر عليك واحد شويه الوقت خاصك غير تقلب على اساتذه اللي يكونوا مزيانين اللي حببوك في هذيك الماده ويعطيوك لاصق. بمعنى اخر خاصك شي استاذ اللي فريمون يكون ناضي. اذا انت اللي عندك الاختيار، سواء تضرب تماره وتبقى تقلب شحال في يوتيوب وفي جوجل باش تلقى الناس اللي غيشرحوا لك، سواء غادي دير الساعات الاضافيه وتختصر لك الطريق. غير هو كيف قلت الشرط هو خص هذا الاستاذ اللي غادي يدير معك الساعات الاضافيه يكون استاذ اللي فريمون واعر. المهم هو انك توصل للهدف ديالك، هو انك تفهم الدروس مزيان وتهضمهم وتدوز التمارين وتقدر على انك تجاوب عليهم والاجوبه ديالك يكونوا صحاح. وما نساوش حتى التحضير للامتحان، حيت كاين مجموعه ديال الاساتذه اللي غادي تلقاهم غادي يبريبارو معاك مزيان الدرس وغادي يفهموا ليك، ولكن ما غاديش يقدروا على انهم يخدموا معاك التمارين ولا الامتحانات، خصوصا مع المنهجيه الجديده. وما تنساش انه في هذا الطريق ديال تحقيق الهدف ديالك غادي يخصوك مجموعه ديال المهارات اللي من الاحسن انك تبدا من اليوم تبدا تطور فيها. ما بين هذه المهارات هو الانضباط والاستمراريه، ثاني حاجه هي التنظيم ديال الوقت، ثالث حاجه هي التركيز، رابع حاجه كيفاش كتبريباري الدروس ديالك، كيفاش كتفهمها. ما بين الحوايج اللي كيعاونوا في هذا الشيء هو المايند ماب، هو السبيس ليرنينغ، ونزيدوا عليها حتى الاكتيف ريكول. هادو مجموعه ديال لي تكنيك اللي كيعاونوا بزاف التلميذ انه يتفوق في الدراسات ديالو. الا بغيتي تجيب الباك بواحد النقطه اللي ممتازه، راه ما كايناش
كاينش شي حاجه سميتها العشوائيه. ضروري ما كاين مجموعه ديال الاشياء اللي خاصها تكون فيك باش انك توصل لهذه النتيجه. الا كنتي مستعد وباغي تبدا ودير واحد الانطلاقه واعره في الموسم الدراسي ديالك، وفي الاخر ديال العام تحقق الباك بنقطه ممتازه بميزات حسن جدا، وتلتحق بوحده من ارقى المدارس العليا، واللي هذا الهدف يقدر يكون هو الحلم ديال الطفوله ديالك، فانا جيت نقول لك باللي اكاديميه النخبه حلات التسجيل حاليا، والاوائل اللي غادي يتسجلوا فيها غادي يستافدوا من واحد التخفيض خيالي. الا كنتي في الثانيه بكالوريا في وحده من هاد الشعب، علوم رياضيه، علوم فيزيائيه ولا علوم الحياه والارض، متمدرس ولا باك ليبر، وبغيتي تلتحق باكاديميه النخبه اللي العام اللي فات قدرنا على انه نعاونوا اكثر من 100 واحد انه يحقق هذا الهدف اللي هضرت عليه قبل، فما عليك الا تهبط لتحت، غادي تلقى واحد الرابط في الديسكريبشن، غادي تكليكي عليه، غادي يديك لواحد الصفحه اللي فيها جميع التفاصيل على كيفاش يمكن لك تستافد وتسجل في هذه الاكاديميه وتبدا تخدم على الهدف ديالك من اليوم. يقدر يكون السؤال ديالك شنو كاين في هذه الاكاديميه؟ اول حاجه حصص مباشره اونلاين غادي تكون في البلاتفورم زوم كل اسبوع في المواد العلميه، المات، فيزيك، اس في تي، ونزيدوا عليها حتى لونجلي. من غير هذا الشيء هاد الحصص غادي تبقى مسجله، بالاضافه لمجموعه ديال الفيديوهات اخرين اللي غادي يكونوا مسجلين اللي فيهم حتى تمارين مع التصحيح ديالهم، الدروس، الامتحانات السابقه مع التصحيح ديالهم، وهذا الشيء على شكل فيديوهات وحتى دي بي دي اف. وتقدر تواصل مع الاستاذ ديالك في واحد الجروب تيليجرام ولا واتساب وتطرح عليه جميع الاسئله اللي عندك. الاساتذه اللي كاينين في الاكاديمي واللي انا واحد فيهم هما عباره على مهندسي دوله، اطباء، وحتى اساتذه في التعليم الثانوي. وبالاضافه لهذا الشيء كامل غادي تكون عندك لاكسي لا فورماسيون ديال اسرار التفوق الدراسي، واللي كنشارك فيها جميع الاسرار اللي عاونتني باش انني نجيب 18 في البكالوريا حره، وهادشي كامل في اقل من 4 ديال الاشهر. ومازال غادي يكونوا مجموعه ديال المفاجات نخليك تكتشفهم ملي غادي تسجل. كاينه واحد الملاحظه مهمه، وهي انه التسجيل غادي يكون على حساب الدوره، يعني كاين تسجيل في الدوره الاولى وكاين تسجيل في الدوره الثانيه. وإلا عندك اي تساؤل بخصوص الاكاديميه بخصوص التسجيل، ممكن تهبط لتحت، غادي تلقى واحد النمره واتساب، غادي تكليكي عليها وغادي تصيفط لي الميساج التساؤل الاستفسار اللي عندك، وديك الساعه انا غادي نحاول ما امكن ان نجاوبك في اقرب وقت باش تستافد وتلتحق معنا ان شاء الله. دابا القرار بين يديك وانت ما بين جوج ديال الاختيارات. الاختيار الاول هو انك تبدا من اليوم الخدمه على تحقيق الهدف ديالك وتلتحق باكاديميه النخبه اللي فيها مجموعه ديال المهندسين، مجموعه ديال الاطباء اللي ديجا حققوا الهدف اللي بغيتي تخدم عليه، غادي يشاركوا معاك جميع الاشياء وغادي يشرحوا لك حتى الدروس ويخدموا معاك التمارين والامتحانات، وهادشي اللي غادي يعاونك بزاف باش انك تاكسيلي، باش انك تجيب واحد النقطه مزيانه وتحقق الهدف ديالك وتكون فرحان في الاخر ديال السنه وتفرح حتى والديك. وكاين الاختيار رقم 2 واللي هو انك دير راسك بحال ما تفرجتيش في هذا الفيديو، ما تسوقش، ما تبداش المراجعه، ما تبداش الخدمه على الهدف ديالك، وتبقى بحال هكا كتاجل واشاك فوا تبدا كتلاحظ بانك مرون تالف. منين غادي نبدا، كيفاش غادي ندير هذا الشيء، المواد كثار، الدروس، التمارين، الامتحانات، وهادشي اللي يخليك على انه في الاخر ديال العام ما توصلش للهدف ديالك وتندم بزاف. وهذا الشيء اللي غادي يخليك على انك تضيع واحد العام كامل وغادي تضطر على انك تبدا ازيرو. على اي كيف ما كان الاختيار ديالك، فانا كنتمنى لك التوفيق والنجاح في المسار الدراسي ديالك. كان معك يوسف البدوي، المساند الرسمي والرفيق ديالك في رحله الحصول على البكالوريا بميزات حسن جدا والالتحاق بوحده من ارقى المدارس في المغرب.